تخيل انك بتدفع تمن جهازك كله عشان برنامج واحد بس، او الاسوأ انك تكون مفكر نفسك ناصح وبتحمل كراك، وفي الحقيقة انت بتحول جهازك لمنجم ذهب للهاكرز. ادوبي بريمير، فوتوشوب، افتر افكتس دي مش مجرد برامج يا صديقي، دي صناعه كامله، وعشان تستخدمها قدامك طريقين: يا تدفع الاف الجنيهات سنويا، يا اما تمشي في السكه الشمال، الكراكات والفيروسات ووجع القلب. بس ايه رايك لو قلت لك ان في طريق تالت، طريق سري ذكي ومحدش بيتكلم عنه كتير، يخليك تستخدم عظمه ادوبي الاصليه باقصى كفاءه ومن غير ما تدفع مليم واحد او تدفع شويه فك حرفيا. النهارده انا محمود ابو خطيب وجايب لك الخلاصه، الدليل الشامل لاستخدام برامج ادوبي مدى الحياه بطرق هتخليك تمسح اي كراك من جهازك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. قبل ما ندخل في التقيل واجب عليا احييكم يا ابطال. الفيديوهات اللي فاتت واللي عملتوه في حملة انترنت غير محدود في مصر حاجة تشرف صراحة. انا عايز اطمنكم احنا لسه في اول الطريق وصوتنا واصل ولسه مكملين باذن الله. كوباية الشاي المتينة بقى يا صديقي وركز معايا في كل ثانية لان كل دقيقة في الفيديو ده بفلوس. بص يا صاحبي، تخيل مع المشهد ده، انت قاعد في امان الله شغال بتمنتج فيديو على برنامج بريمير كراك، وفجأة الشاشة تسود والجهاز يهنج وتسمع صوت المراوح كأنها طيارة نفاثة هتعمل إقلاع. لا دي مش مشكلة في جهازك على فكرة، ده الضيف التقيل اللي انت دخلته بإيدك لما حملت بريمير مكرك من موقع أبو بلاش. في اللحظة اللي انت فكرت فيها انك ضحكت على شركة أدوبي ووفرت $20، في الحقيقة يا صديقي في واحد تاني في مكان ما في العالم بيضحك عليك وبيستخدم جهازك عشان يعدل عملات رقمية أو بيسحب باسورداتك وانت مش دريان أصلا. حزمة أدوبي يا صديقي دي مش مجرد برامج، دي أسلحة حرفيا في إيد أي صانع محتوى. وبالمناسبة ناس كتير منكم عارفاني بتاع هاردوير وتجميعات، بس اللي ما تعرفوش إني مش بس بجمع الوحوش ديت، أنا كمان بروضها. الفيديو اللي أنت بتتفرج عليه ده حاليا بمونتاجه وإيقاعه هو عينة من شغلي كمونتير، والهوية البصرية اللي أنت بتشوفها في القناة هي شغل صديق الديزاينر. فقررنا نفتح الباب للبيزنس. لو أنت يوتيوبر، صانع محتوى، أو صاحب شركة ومحتاج مونتير احترافي يشد المشاهد زي ما أنا شدك دلوقتي، أو تصميمات سوشيال ميديا وبراندنج بمستوى عالمي، تواصل معايا فورا على رسائل صفحة محمود أبو خطيب على الفيسبوك، اللينك في الوصف، وهنظبط لك الشغل باذن الله باسعار في الحنين منه وجوده هتعجبك جدا ان شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا. وعشان تمتلك الاسلحه ديت كان قدامك خيارين اصعب من بعض زي ما قلت لك في اول الفيديو، يا تدفع يا تكرك. بس النهارده انا جاي اكسر القاعده ديت، مش بس هقول لك ازاي تستخدم برامج ادوبي الاصليه بطرق شرعيه ومجانيه، لا ده انا كمان هكشف لك السر اللي ادوبي نفسها مخبيه عنك. ليه هم سايبين الكراك اصلا شغال لحد دلوقتي؟ وهل هم مستفيدين من الكراك؟ اسئله غريبه صح وما جاتش في دماغك قبل كده، بس حرفيا الاجابه هتصدمك. في البداية هجاوبك على سؤال مهم جدا: ليه أنا عايزك تبعد عن الكراك؟ يا صاحبي مفيش كراكر فاعل خير، الشخص اللي قاعد يفك شفرة برنامج معقد زي فوتوشوب مش بيعمل كده عشان سواد عيون حضرتك، هو بيعمل كده عشان يزرع في النسخة ديت هدية صغيرة كفيلة تدمر لك جهازك. على فكرة أنا مش بعمم ومش بقول لك الكراك أبيض وأسود، بص عشان ما نرغيش كتير في حوار الكراك وليه مش عايزك تستخدمه، الأفضل ترجع للفيديو اللي عملناه قبل كده عن الكراك، فيديو مهم جدا جدا وهتفهم حاجات أنت حرفيا ما كنتش واخد بالك منها. دلوقتي تعالى نجاوب على السؤال الأهم، السؤال اللي حير الملايين: ليه شركة بقوة أدوبي اللي أرباحها بتعدي ميزانيات دول مش قادرة تقفل الكراك؟ هل هم مش قادرين؟ الإجابة الصادمة: لا يا صديقي، هم قاصدين. بص أنا مش بكلمك كلام وخلاص، أنا بكلمك كلام تقني وعلمي. أدوبي بتلعب معاك لعبة نفسية خبيثة اسمها التعود، هم عارفين إنك طالب أو لسه بتبدأ ومعكش فلوس تدفع اشتراك شهري، فبيسيبوك تسرق البرنامج وتتعلم عليه وتحفظ اختصاراته وتدمن ادواته لحد ما تبقى مدمن للبرامج ديت ومش شايف غيرها اصلا، لحد ما تبقى عبد حرفيا للورك فلو بتاعهم. عشان بكره لما تتخرج وتشتغل في شركه مالتي ناشونال، الشركه دي مش هينفع تكرك عشان المشاكل القانونيه، فهتضطر تدفع لهم الاف الدولارات عشان تشتري النسخه الاصليه لانك ببساطه ما بتعرفش تستخدم غيره. فانت بالنسبه لادوبي زبون مؤجل او استثمار طويل المدى. لكن وهنا تكمن المصيبه، ادوبي سايباك بس الهاكر اللي عمل الكراك مش سايبك، هو مش بطل خارق يا صديقي زي ما قلت لك بيسرق من الاغنياء ويديك، هو بيحط لك ملفات تجسس وتعدين وفديه جوه الكراك، فانت بتفرح بالبرنامج اللي ببلاش وهو بيفرح بجهازك اللي ببلاش. بعد تاني انا مش بعمم ومش بقول لك الكراك ابيض واسود، ارجع اسمع حلقه الكراك. طيب يا حودة، احنا نخرج من المصيدة ديت ازاي؟ اليك الحلول العملية يا صديقي بالترتيب. اول حل شرعي هو استغلال الفترة التجريبية السبع ايام وتكرارها، بس المشكلة انك لو عملت ايميل جديد ادوبي بتعرف جهازك وبترفض تديك فترة جديدة. طيب ايه الحل؟ تعال اقول لك. الخطوة الاولى بعد انتهاء السبع ايام لازم تمسح البرنامج من جذوره، الغاء التثبيت العادي مش كفاية نهائي، استخدم اداة مجانية وقوية انا بستخدمها شخصيا اسمها ريفو ان انستولر، ده بيمسح البرنامج وبيمسح كل ملفات الريجستري اللي بتسيب اثر، او الافضل نزل اداة رسمية من ادوبي نفسها اسمها ادوبي كرييتيف كلاود
برنامج كلينر تول، دي بتفرمت اي اثر لادوبي على جهازك. الخطوه التانيه بقى صديقي انك تغير الاي بي بتاعك. اعمل ريستارت للراوتر. عندنا في مصر غالبا لما بتعمل ريستارت الاي بي بيتغير، واعمل ايميل جديد من موقع تيم بيميل مثلا لو مستعجل، او اعمل اي ايميل جديد بنفسك عادي. الخطوه الثالثه بقى سجل دخول ونزل النسخه التجريبيه تاني. كده يا معلم انت بقى معاك 7 ايام تانية، فتقدر تستخدم البرامج باريحيه تامه. بس مشكله الطريقه دي حاجه يا صديقي، الطريقه دي متعبه ومقرفه، انا عارف كل اسبوع هتعيد نفس الفيلم، بس حرفيا دي الطريقه الوحيده اللي تضمن لك نسخه اصليه باخر تحديثات ومن غير فيروسات وببلاش تماما وشرعيه، لانك بتستخدم عرض اصلا هم مقدمينه. في طرق اقوى قدام ممكن تعجبك، فخليك معايا. نيجي بقى للحل البرنس، الحل اللي يخليك باشا معاك كل البرامج، مساحة سحابية، خطوط، وكل ده بسعر باقة نت. ادوبي بتقدم خصم 60% للطلبة والمعلمين، وبما اننا اغلبنا طلبة مدارس او جامعات فالخصم ده حقنا، وبما ان اغلبنا اصلا شغال ليل نهار بفعل حسابات جيميناي مجانا بعرض الطلاب، فالطريقة ديت سهلة جدا على اغلبكم ومش هتدفع كتير يعني يا عم. سعر الحزمة كاملة للطلبة حوالي 480 جنيه في الشهر. طبعا هتقول لي يا حوده ده كتير، هقول لك شغل دماغك يا عم الحاج. رخصة ادوبي بتسمح بتشغيل الحساب على جهازين في نفس الوقت. هتصاحبك انتمك في الشغل واقسم المبلغ معاه بالنص، يعني هتدفع حوالي 240 جنيه في الشهر. ده تمن خروج يا معلم، ده تمن فيديو ريلز هتشتغل عليه ساعتين، اعتبره يا عم تمن فيديو ريلز هتعمله، وقصاد ده هتاخد نسخة أصلية 100%، وكمان مميزات الذكاء الاصطناعي اللي مش شغالة في أي كراك، وكمان تحديثات أول بأول وراحة بال تامة من الفيروسات. طيب افرض يا عم أنا مش طالب أصلا، أعمل إيه؟ طيب بص، في الأول خلينا مثلا في طالب ومش عارف يفعل عرض الطلاب. إثبات إنك طالب سهل جدا، إيميل مدرسي وصورة كارنيه المدرسة أو الجامعة، وممكن حتى جدول الامتحانات. طيب يا عم محمود أنا مش طالب أصلا، أعمل إيه؟ أو مثلا أنا طالب بس مش عايز أوجع دماغي وأروح المدرسة أو الجامعة وأجيب إيميل جامعي والحوارات ديت. في حل بسيط جدا يا صديقي، في مواقع أصلا بتعمل لك الحوار ده كله في دقيقة واحدة، وبتتخطى حتة إثبات إنك طالب أصلا. زائد إن أدوبي متساهلة جدا في الموضوع ده بالذات، لأنها زي ما قلنا عايزاك تتعود. طيب افرض انك حملت النسخة التجريبية او عندك نسخة قديمة وعايز تستخدمها مدى الحياة وفي نفس الوقت مش عايز تنزل كراك، هنا بقى بنلجأ لحيلة الفاير وول. الفكرة يا صديقي ببساطة انك بتسيب النت شغال في الجهاز كله بس بتقطعه عن ادوبي بس. تعال اشرح لك شرح عملي بسيط. افتح قائمة الستارت عندك في البي سي واكتب ويندوز ديفندر فاير وول وذ ادفانسد سكيورتي، بعدها هتروح على اوت باوند رولز واضغط نيو رول واختار بروجرام وحدد مثلا مسار ملف الفوتوشوب، وبعدين بقى هتختار بلوك ذا كونكشن وتسميها مثلا بلوك ادوبي، وهتكرر نفس الخطوة يا صديقي في ان باوند رولز. كده البرنامج بقى معزول تماما، هيشتغل معاك طياره، بس طبعا مش هتعرف تستخدم اي ميزه بتحتاج نت زي المكتبات السحابيه او الذكاء الاصطناعي. دي طريقه نص كم بس ارحم مليون مره من انك تنزل باتش مجهول المصدر يدمر لك جهازك. طب يا عم محمود انا لا عايز ادفع ولا عايز وجع دماغ ولا عايز اقطع النت، انا عايز برنامج اشتغل عليه وخلاص. هقول لك يا ابني انت مش محتاج كده ادوبي، انت محتاج بديل. وفي 2026 في بدائل قويه جدا لبرامج ادوبي، وده اللي اتكلمنا فيه في فيديو سابق عملناه هنا على القناه، لازم تروح تشوفه، فيديو مهم جدا وهيفرق معاك قوي. في النهاية بقى يا صديقي القرار قرارك، أنا وضحت لك الصورة كاملة، ليه الشركات بتسيبك تكرك أصلا وإيه المخاطر الحقيقية وإيه الحلول المتاحة. نصيحتي بقى كأخ، لو ناوي تاخد الموضوع شغل وأكل عيش استثمر في نفسك وهات النسخة الأصلية. لو لسه بتلعب وبتجرب وبتتعلم استخدم البدائل المجانية أو أي طريقة من اللي قلتها لك فوق، لكن إياك ترخص نفسك وجهازك عشان كراك، لأن الرخيص غالي في عالم التكنولوجيا. وما تفكرش إني بحذرك من الكراك كده وخلاص، أنا بشوف كوارث يا صديقي بتحصل، بس ده ما يمنعش إنه في ناس كتير جدا بقالها سنين حرفيا بتكرك والدنيا تمام. المهم لو هتنزل كراك نزل من مواقع موثوقة، ويا ريت يكون عندك جهاز تاني تنزل عليه كراك عشان لو في مشكلة المشكلة دي تحصل في جهاز غير جهازك الأساسي. لو اشتغلت تمام يبقى ننهي لجهازك الأساسي، لو ما اشتغلتش خلاص يا معلم بعيد عن جهازك الأساسي. لو استفدت من الفيديو ده بقى يا صديقي ما تنساش اللايك العنيف. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، وبس كده يا صديقي وسلام.